مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. مازال قائم الجدل الكبير حول الملاكمة الجزائرية إيمان خليف اللي مشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد التشكيك في جنسها. إيمان خليف تزادت في ولاية الغواط جنوب العاصمة الجزائر، وبعد شهرين من ولادتها انتقلت أسرتها لقرية بيبان في ولاية تيارت. عاشت في أسرة بسيطة بحيث والديها ما كيشتغلوش، الشيء اللي جعل إيمان تتجه لسوق العمل رغم صغر سنها. كانت كتدخر بعض الأموال للتنقل لقاعة الرياضة بولاية تيارت بعد ما تفوقات في الرياضة المدرسية وتم توجيهها لقاعة الملاكمة رغم تحفظ الأسرة ديالها بسبب المحيط اللي كتعيش فيه واللي لا يتقبل ممارسة البنات للرياضات بشكل عام والرياضات القتالية بشكل خاص. وظهرت صور لإيمان وهي طفلة مع زميلتها في المرحلة الابتدائية ومع أفراد أسرتها أيضا، الشيء اللي كيسقط الاتهامات والإشاعات الموجهة لها. كانت إيمان كتقابل هذه الإشاعات على حلبة الملاكمة بعدم الاهتمام، كما قالت في تصريحات إعلامية سابقة أنها لا تهتم للتعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها ما غاديش يفيدها ولا يضرها، وأنها كتفضل ترد في الميدان. وتم قبل ذلك في العام الماضي إيقاف البطلة إيمان من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة بسبب عدم استيفاء معايير الأهلية الجنسية، وهذه كانت من أقصى المحطات اللي مرت بها إيمان، بحيث تحرمت من خوض نهائي وزن 66 كيلوغرام بعد استبعادها قبل مواجهتها الصينية يانغ لي بسبب مستويات هرمون تستوستيرون. وفق ملفها الشخصي على نظام معلومات أولمبياد باريس 2024 واللي أثار وجودها فيه ضجة كبيرة وسط التشكيك بجنسها. وردت البطلة الجزائرية على قرار استبعادها بفيديو قالت فيه: لسوء الحظ علمت أنه ليس باستطاعتي خوض النهائي، ما زلت فخورة بنفسي لأنني رفعت علم بلادي، هذه مؤامرة بالنسبة لي. القول أني أملك صفات وقدرات لا تؤهلني لمنازلة السيدات غير منطقي، ما زلت فخورة برفع علم بلادي عاليا. خضت 4 نزالات من دون مشكلة، وبعد كل ذلك يقولون لي هذا الكلام. أتأسف بشدة على هذا القرار. هذا كان رد فعلها من بعد ما تم استبعادها من أولمبياد الهند. والآن في أولمبياد باريس 2024 كطمع البطلة إيمان لنيل الذهبية، فكل التشجيع للبطلة الجزائرية. وفي المقابل ودائما مع التفوق النسائي في أولمبياد باريس 2024 نالت البطلة الجزائرية كذلك كايليا نيمور الذهبية الأولى للعرب، وذلك بعد فوزها بمسابقة الجمباز. ودخلت كايليا نيمور البالغة من العمر 17 سنة والمزدادة في باريس التاريخ كأول بطلة إفريقية أولمبية في الجمباز، وذلك بعد تفوقها في الدور النهائي على الصينية تشيوان تشيو والأمريكية سونيسا لي. كنتمنوا كل التوفيق لأبطالنا المغاربة والجزائريين في أولمبياد باريس 2024.